في الوقت اللي الاهلي بيعبر فيه كمين الداخليه وبيفوز بثنائيه ويعدي للمرحله الجايه في كاس مصر، وصول رضا سليمي الى مطار القاهره من اجل الكشف الطبي والتصوير للانضمام الى النادي الاهلي، وفي نفس ذات الوقت مرتضى منصور بيجهز شنطته لمحاكمه لمده شهر، 30 يوم كاملين هيتم فيها محاكمه مرتضى منصور في قواضي السب والقذف ضد الجميع. هنبدأ بأول موضوع وهو آخر موضوع ذكرناه، وهو شهر محاكمة مرتضى منصور، شهر أغسطس اللي هيشهد محاكمات لمرتضى باشا منصور رئيس نادي الزمالك. هتبدأ من يوم 30/7، وده هيكون في الجنح الاقتصادية، وده لسب وقذف الكابتن محمود الخطيب. يبقى أول محاكمة يوم 30/7، بعدها بأيام قليلة يوم 2/8 المحكمة الاقتصادية برضك هتنظر قضية لمعالي المستشار مرتضى منصور لسب وقذف ممدوح عباس، وفي نفس ذات اليوم جلسة تانية لسب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد سراج ومحمد عثمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في ظرف 3 أيام قضيتين، 3 قواضي. ليه يا كبير؟ ليه؟ هو انت شغال ايه؟ مسببه؟ ما علينا. عشان يريح معالي المستشار لمدة 6 أيام ويروح جلسة تانية يوم 8/8، بس المرة دي في جنايات الاقتصادية. وده ليه؟ عشان سب وقذف لمياء خيري. مين لمياء خيري ده يا عم افندي؟ لمياء خيري يا عم الموظفة بتاعة الجهاز المركزي للمحاسبات، مش عارف القضية بتاعة تعدي على موظف حكومي أثناء تأدية عمله، هي دي القضية. يبقى يوم 8/8 معالي المستشار هيبقى بيتنظر قضية معاه ضد سب وقذف الاستاذه لمياء خير، عشان يريح بقى معالي المستشار. احنا تعبنا يا اخوان، ده انا تعبت له سلف. ايه ده؟ رايح جاي المحكمه، خد شنطتك اقعد هناك، هنقضيها تاكسيات بقى ومواصلات وتكاتك، نقعد هناك بقى ونشوف المحاكم اللي علينا والقواضي اللي علينا دي. لا ده انا هيريح بقى يومين بحالهم، يومين 2 بحالهم. لحد امتى؟ يوم 10/8. 10/8 في المحكمة الاقتصادية هتنظر استئناف معالي المستشار مرتضى منصور لحبسه 3 شهور. يعني كان معالي المستشار واخد حكم بالحبس 3 شهور قدم الاستئناف. الاستئناف ده هيتنظر يوم 10/8 عشان يريح معالي المستشار يومين بحاله. يومين يا مؤمن هيقعد من غير المحكمة ما تشوفه، من غير ما يسألوه، من غير ما يبقى بيتحقق معاه. ليه؟ لحد يوم 12/8. 12/8 المحكمة الاقتصادية هتنظر قضية سب وقذف معالي المستشار مرتضى منصور للأستاذ هاني شكري. ده أنا تعبت لك سلف، والله العظيم تعبت لك. إيه يا باشا؟ بقالنا 3 دقايق بنقول في القواضي اللي أنت هيتحقق معاك فيها، وكله الخطيب هاني شكري، محمد عثمان، محمد سراج، ممدوح لمياء خيري. طب فاضل مين في البلد ما شتمتوش يا معالي المستشار؟ بس المره دي بقى معالي المستشار هياخد راحه طويله شويه بقى يا اخوانا من الراجل تعب، الراجل تعب، رايح جاي رايح جاي رايح جاي من القضيه دي للقضيه دي ومن المحكمه دي للمحكمه دي. لازم يريح له شويه بقى يا اخوان، شويه. احنا كنا يوم 12/8، خد عندك بقى يوم 21 9 ايام اهو يا معالي المستشار، 9 ايام تلحق تكون شتمت لك اي حد تاني. يوم 21/8 جلسه قضيه الاستاذه لمياء خيري موظفه الجهاز المركزي للمحاسبات. لا اله الا الله، انا تعبت بجد، تعبت. ده انا عشان اقول القواضي اللي عليك نهجت. الله يكون في عونك يا معالي المستشار، الله يكون في عونك. وده هيأثر طبعا على ميركاتو نادي الزمالك. هيأثر على ايه يا اخويا؟ ميركاتو نادي الزمالك يا عمنا، ركز معانا شويه. هو احنا فاضيين نجيب صفقات؟ احنا مضينا في المحاكم، هنقطع نفسنا ولا ايه؟ يعني معالي المستشار يقطع نفسه يعني ولا يعمل؟ هنجيب لعيبه تلعب في الفرقه وندعم الفرقه، ولا نروح بقى نشوف احنا هنتحبس في انهي قضيه في القواضي دي؟ يعني اخواننا الرحمه حلو، الراجل شقيان في المحاكم، هو رايح ياخد فلوس، ده رايح يتحاكم يا اخو. ايه يا زملكاويه؟ في ما تهدوا شويه على معالي المستشار، نهدى شويه. ايه الميركاتو الصيفي؟ هنأجله للميركاتو الشتوي.
يكون معالي المستشار خلص جزء من القواضي بتاعته دي، وبعد كده بقى نشوف. هتقول يا عم ده جاب رمضان صبحي. يابا رمضان صبحي ايه بس؟ يابا اهدى عليا يابا الحاج. رمضان صبحي بياخد في بيراميدز 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه، وده تاني اكبر عقد اللاعب مصري في الدوري المصري بعد طبعا احمد سيد زيزو. هو احنا لاقيين ناكل يا ابني؟ يا ابني اهدى علينا يا ابني. يا عم ده طارق حامد هيسيب الاتحاد وجاء انت اللي بتضلق. بص انت متزاملك. ايوه التعليقات بقى اللي بتجيلي انت متزاملك، انت اهلاوي، انت ابن 60 في 70. يا اخوانا نهدى. طارق حامد جاي له عرض كبير من نادي بيراميدز، ونادي الزمالك قدم له عرض هو الاخر، لكن طارق حامد رافض انه يلعب في الزمالك في وجود مرتضى باشا منصور او ربنا. بقول لك الاداره دي ما بتحترمش اللعيبه. الاداره دي طلعت فيا القطط الفطسانه، ولما عملت فيديو اوضح للجماهير ان الكلام ده ما حصلش طلع قال لي على ان انا كذاب وجاي بشبشب بزنوبه. يرضيكم؟ يرضيكم اروح البس شبشب بزنوبه تاني واروح له؟ يبقى نهدأ. ايوه المحاكم اللي فيها معالي المستشار هتأثر على الميركاتو الصيفي لنادي الزمالك. اما بالنسبه للميركاتو بقى الصيفي للنادي الاهلي اللي واخدها طحن امام عاشور، فرضا سليم وصل بالسلامه الى مطار القاهره الدولي عشان يجري الكشف الطبي داخل النادي الاهلي، وعشان يحددوا له جلسه التصوير. ما هو لازم يقول لك الشبح بيظهر وقت ما يريد والليله الكبيره اللي احنا عارفينها. اما بالنسبه للاستاذ احمد حسام ميدو العالمي، فهو لسه لحد دلوقتي مستني مكالمه من وكيل رضا سليم يقول له احنا خلصنا. اصل يعني عالمي يا اخوان، عالمي يا جدعان، الراجل ده عالمي. هو الراجل ده شويه؟ الله العظيم يا اخي الشغلانه لمت، الله العظيم ده عالمي. عالمي براحتك يا كابتن مين. اما بالنسبه لمباراه الاهلي والداخليه، فكان في كمين معمول للنادي الاهلي من الداخليه في مباراه الكاس دي عشان يقصي النادي الاهلي اللي كان منتشي بالفوز بالدوري المصري وكان في قمه سعادته واحتفالات، وكان اكيد هيبقى مفيش تركيز، وخصوصا ان كان المفروض ان كولر هيريح بعد اللعيبه، لكن الداخليه كان مستسلم بصراحه. الداخليه نزل خد الاول، وفي الدقيقه 92 كالعاده البلاس 90 محمد مجدي قفشه بيحرز الهدف الثاني. يعني كوره بقاله يجي 200 ماتش بيحرجم ان هو يعملها، لكن الحمد لله ربنا كرمه وعملها. لكن انا بسالك هو ايه الاحتفال اللي انت عملته ده قفوش؟ ايه ده يا راجل؟ ايه الاحتفال؟ هوب رونالدو، هوب مبابي، هوب طارق حامد. إيه انت عملت كوكتيل احتفال. ده مش احتفال بقى، ده اسمه كوكتيل احتفال قفشه. هذا ولدكم قفشه. ليه يا قفوش؟ هي العمليه ناقصه قفشات يا ابني؟ يا ابني يا قفشه يعني العمليه مش ناقصه قفشات. اخر حاجه معانا وده طلب لمعالي وزير الشباب والرياضه والاتحاد الكره المصري ولجنه الحكام، يعني رجاء الحكم الرابع يا ريت نعلمه شويه انجليزي، يا ريت لو ما فيهاش اساءة ادب مننا. ليه بقى؟ لان بصراحه يعني لما يبقى في موقف كده كولر واقف بيعترض على احد اللعبات او احدى اللعبات داخل مباراه الاهلي والداخليه، وطبعا بيكلم الحكم الرابع. واتس يور نيم؟ ايوه انا قول، انا فاهمك، انت عايز تقول حاجه. الراجل عمال يرطم له بالانجليزي، وطبعا الحكم الرابع لا فاهم اي حاجه ولا دارب اي حاجه، وفي الاخر قال له والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، يعني ان شاء الله ربنا يقوم لنا الست الحامل بالسلامه، وان شاء الله الموضوع هيبقى كويس. يا اخوانا ما ينفعش. يعني الدوري المصري عاد 3/4 مدربين اجانب، الحكم الرابع بيفهم عربي بالعافيه، يعني شويه لغات هاتوا له مترجم وقفوه جنبه منه، انما ما يبقاش شكلنا كده. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسر ملعب افندينا.